انا بس عايز اعرف يعني ايه فريق عنده هويه معينه. طبعا احمد عفيفي ولؤي فوزي اتنين من افضل المحللين في الوطن العربي بشكل عام، لانهم وصلوا لمرحله معينه في فهم الكوره بشكل عام. وطبعا في البودكاست ده اتكلموا عن هويه الفرق واتكلموا عن هويه مانشستر يونايتد. بس يعني اللي حابب اقوله لك ان اصلا كلمه هويه فريق دي ما هي الا عباره عن كلمه اخترعها بعض المحللين لتفخيم فكره تكتيكيه معينه استمرت لفتره زمنيه معينه، او حدث معين بيتكرر اكتر من مره برضه في فتره زمنيه معينه، ولازم يكون في شويه توفيق او حتى عوامل معينه علشان خاطر الحدث دوت يتكرر اكتر من مره. يعني مثال زي برشلونه التيكي تاكا، او حتى ريال مدريد شخصيه البطل. صح كده؟ التيكي تاكا في الاساس هي عباره عن فكره تدريبيه معينه اخترعها مدرب ما. يعني مثلا لو اي فريق عنده القدرات والعوامل المعينه انه يلعب باسلوب التيكي تاكا، فهل ده معناه هويه فريق؟ طبعا لا. وبرضه شخصيه البطل عباره عن حدث ما اتكرر اكتر من مره ادت ان الناس تقول على ريال مدريد شخصيه بطل. بس طبعا في عوامل معينه ادت لتكرار الحدث ده، وبرضه الحدث مش دايم. صح كده؟ ففي الاساس كلمه هويه فريق ما هي الا عباره عن تفخيم للحاجتين اللي انا قلتهم لك، سواء فكره تدريبيه معينه او حدث بيتكرر اكتر من مره، وده وارد يحصل مع كل الفرق. انما في الاساس مفيش حاجه اسمها اصلا هويه فريق، وممكن اصلا علشان تحصل لازم الفريق دوت يلعب باسلوب معين طول مسيرته، او حتى يكرر نفس الحدث بشكل دايم، وده مستحيل يحصل، وده برضه مستحيل يحصل، لان دايما الكوره في تطور بشكل مستمر، ودي حاجه مستحيله ان هي تحصل. فاكيد مش هاكد عليك اللايك وكمان المتابعه. سلام عليكم.